قالوا عليا جعان وبتاع فلوس، رحت جبت جونين في فاركو وبعت لهم شريطين لبوس. وبرضه بيقولوا في المثل عايز تغيظه هات له زيزو. الف الف مبروك يا سي زيزو، الفوز على فاركو 4-1 وعلى الهدفين الحلوين اللي انت جبتهم. بس يا سلام لو كنت جبت جون تاني كان هيبقى احلى هاتريك. يا عم الحمد لله ده كده عنب قوي، وبعدين انا كنت اقدر اجيب الهاتريك، بس قلت ابتدي كده على الهادي يا زبادي علشان الحسد والقر بتاع الناس، وكل ماتش بقى نزود هدف ولا اتنين. وبعدين انت نسيت تبارك لي على جايزة رجل المباراة. ما تاخذنيش يا سي زيزو، اصلا انا نسيت. اصل الهدف التاني اللي انت جبته ده هيجنني. لما بن شرقي عمل لك عرضيه ارضيه وانت زودتها في الجون بتاع فاركو على طول. انا ما كنتش عارف نفسي بتفرج على الاهلي ولا على الزمالك. اصل الثنائيه دي كنا بنشوفها في الزمالك على طول. يا عم مش دي المشكلة، المشكلة لما يرجع امام عاشور هبقى محتار، اخد اسيستات من امام ولا من بن شرقي، ولما اجي اعمل انا اسيست يا ترى هدي لمين فيهم؟ ما تحيرش نفسك يا زيزو، ابقى مشيها بالدور، يعني ده اسيست وده اسيست. بس برضه الحق يتقال، محمد علي بن رمضان رفع لك حته اوفر اللي جبت منه الجون الاول ده، ولا اوفرات الواد روبرتو كارلوس. بن رمضان ده عالمي وبيرفع العرضية بالمسطرة والمقاس، بس خلي بالك العبد لله هو اللي بدأ الهجمة، وعملت احلى تمريرة لبن رمضان وبعد كده رحت استنيتها قدام وجبتها جول. يا باشا ما قلناش حاجه، انت الكل في الكل دلوقتي. ده انت بقيت مايسترو ونص الملعب ورمنت الميزان. وبرضه خلي بالك الهدف الاول بتاع محمد شريف حلو، وعرضيات الواد محمد هاني بقيت عالميه. لا الصراحة الواد هاني الملواني ده عمل حتة ماتش عالمي، بس للأسف حظه فقر، جه في آخر الماتش واتطرد على حاجة ملهاش أي لازمة. الصراحه يا سيزيزو كل اللعيبه في الماتش ده كانت في الفورمه، وعلى راي المثل الاهلي بمن حضر. بس دلوقتي فيه مشكله، انت كده خدت لقب الحراج من امام عاشور، فهو كده هيزعل منك. لا يا عم، أنا وإمام إخوات، وبعدين مفيش مشكلة، هو يبقى الحراق وأنا أبقى المشطشط، وعلى رأي اللي قال الهدفين في فاركو والشياط في اللي بالي بالكم. والله يا سيزيزو انا الجماعه دول صعبانين عليا، مش عارفين هيلاقوها منك ولا من امام عاشور ولا من بن شرقي. المهم ركز انت في الماتش الجاي بتاع غزل المحله، وهات لك كده هاتريك ولا سوبر هاتريك، عايزينك تبقى هداف الدوري بقى.